ايام زمان لما كان عندنا لاعب مصري محترف في اوروبا اسمه ميدو، ولعب في دوري ابطال اوروبا اعرق بطوله اوروبيه وسجل هدفين كمان، ما كناش عارفين نصدق وكنا مبهورين جدا لانه كان شيء جديد علينا كمشجعين مصريين. حد كان يتخيل بقى ان يجي لاعب مصري تاني مش بيلعب في دوري ابطال اوروبا وبس، لا ده بيلعب في فريق كبير بحجم ليفربول كمان، وكمان بيسجل 50 هدف مع ليفربول في دوري ابطال اوروبا. هو اكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل اهداف في دوري ابطال اوروبا. محمد صلاح مش بس حقق الحلم ده، صنع سقف عالي جدا كان من رابع المستحيلات اننا نتوقعه من لاعب مصري، سقف بتاع اساطير اوروبيه من الاخر. محمد صلاح الموسم ده عامل فورمه وحش مش بني ادم بجد. صلاح ساهم ب 28 هدف الموسم ده مع ليفربول في 22 مباراه، سجل 16 وصنع 12. لكن انت تتخيل ان ليفربول سجل الموسم ده 40 هدف في كل البطولات، يعني صلاح مساهم لوحده ب 70% من اهداف ليفربول السنه دي. خليني ابهرك واقول لك ان اخر 17 مباراه لمحمد صلاح مع ليفربول قدر يساهم باهداف في 14 مباراه منهم، ساهم ب 22 هدف، استمراريه مرعبه. محمد صلاح هو اللاعب الاكثر استمراريه والاكثر تاثيرا في الموسم الحالي.